وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي الخميس إلى الكاميرون مسقط رأس والده الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا، حيث أصبح مدربا لكرة القدم، ويقوم برحلة تستمر عدة أيام وتشمل أعمالا خيرية وسط ترحيب حار من الجماهير. من المقرر أن يزور مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، كما أنه يتوجه السبت إلى قرية والدي ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا، حيث أصبح مدربا لكرة القدم. وهتفت الجماهير باسم المهاجم البالغ 24 عاما عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، وقدمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضا على شرفه. من جانبه حيا مبابي الحشود الذين أبقاه مع عناصر الشرطة على مسافة منه قبل أن ينقل بعيدا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة. خلال زيارته التي تستمر عدة أيام، سيبقى قائد منتخب فرنسا في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواهو الذي يعيش في ياوندي. ومن المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الأمريكي السابق يواكين نواه نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فإن دي تودي من الدرجة الثانية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.